يعني انت هتفضلي طول الليل والنهار في المطبخ؟ خليكي في المطبخ، هاتي فرشة وفرشيها بالمرة ونامي، وما تصحي إلا على العيد. خلي المطبخ يمكن ينفعك يوم القيامة يا أختي الكريمة. شهر رمضان يعني شهر بنقلل فيه من الطعام والشراب والشهوة. ما هو مطلوب منا نتصنع في الطعام وتقضي حياتك داخل المطبخ طول شهر رمضان. كلنا عارفين إنك بتاخدي ثواب، تجهيزك الطعام لأهل بيتك فيه ثواب، لكن هذا ليس معناه إن تخلصي على صحتك كلها داخل المطبخ. انت لو انهكت نفسك واتعبت نفسك داخل المطبخ بسبب الفطار وتصنع الاختراعات في الاطعمه المختلفه، سواء فطار او سحور، ما هتجدي اصلا جهد تقفي فيه بين يدي الله تعبدي ربنا او تقيم الليل. شهر رمضان الله قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وليس لعلكم تطبخون. يا اختي الفاضله، بسطي الموضوع واخرجي بره المطبخ، اخرجي الى قراءة القرآن والى الأوردة المطلوبة والى المساجد والى قيام الليل، لأن الوقت بيروح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك. اتفقنا؟ اتفقنا.